اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل عيش زي ما حضراتكم شايفين، نص كيلو دقيق، نص معلقه ملح صغيره، بعد كده خميره، نص معلقه خميره صغيره من بتاعه الشاي والسكر بس هرميه، معلقتين اتنين سكر، وهنقلب المواد الجافه مع بعض. هنحط هنا معلقتين زيت، انا حاطه زيت زيتون، حابه تحطي زيت نباتي عادي ما عنديش اي مشكله. معلقه خل زي ما حضراتكم شايفين، وبعد كده انا عندي لبن راب مني فهعجن بيه، حابه تعجني بلبن حليب براحتك، بميه براحتك، مش هيقول لا. وبنضيف السوائل بالتدريج بحيث ان احنا ما نضطرش نحط دقيق تاني. زي ما حضراتكم شايفين كده هنبدأ نلم العجينة مع بعض. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. انا احتجت شوية مية فكملت العجينة عادي خالص، بس بحط واحدة بواحدة بحيث ان انا ما اضطرش احط دقيق. العجينة انا عايزاها طرية لكن مش بتلزق. ما شاء الله لميت العجينة. شوية زيت هنحطهم في الطبق ونغلف بيهم العجينة وهنغطيها وهنسيبها لحد حجمها ما يتضاعف. وحضراتكم هتشوفوا معايا اهو حجمها اتضاعف. بلم العجينة تاني وببدأ أرش شوية دقيق على الرخام زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله جميل جدا، والعجينة كانت طرية وجميلة جدا. بلمها اعملها زي البقجة زي ما حضراتكم شايفين. ما شاء الله هنخلص الكمية تقطيع وهنشوف هيعملوا كام رغيف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين ده نص كيلو دقيق، ما شاء الله جايب لي كمية كويسة جدا. وبحط شوية دقيق، انا عجنة بدقيق غلة ما شاء الله، وبفرد بالنشابة كده. عندك مكنة حابة تعملي فيها مش هيقول لا، زي ما تحبي. حابة تعملي زي انا ما عملت مفيش اي مشكلة. ما شاء الله جميلة جدا. وبفرد وبحاول اخلي شكلها مدور، ده سمك الرغيف. انا خلصت وهحط هنا على الفوطة وهسيبه يرتاح كمان ربع ساعة قبل التسوية. زي ما حضراتكم شايفين كده من غير فرن، في طاسة على البوتاجاز. وبحط الرغيف، الطاسة سخنة، وبحط الرغيف عمل فقاعات زي ما حضراتكم شايفين، وهنقلبه والرغيف هينتفخ معانا وهيدينا نتيجة مرضية جدا وكويسة قوي. ما شاء الله الرغيف زي ما حضراتكم شايفين انا ما فصلتش، بدأ ينتفخ اهو واحدة واحدة كده وبالراحة، وسوي هتلاقيه طالع معاكي زي الفل. ما شاء الله انا كده كنت خلصت الكمية كلها. العيش طري ما شاء الله. هنقطع رغيف ونشوفه جميل جدا. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير ان شاء الله.